يعد تصنيف الفيفا العالمي من أحد الأنظمة التي يمكن من خلالها تصنيف جميع المنتخبات الوطنية فئة الرجال في الاتحاد الكروي لرياضة كرة القدم. وصرح الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التصنيف الخاص بالمنتخبات العربية عن شهر ديسمبر ليكون ذلك التصنيف الأخير عن العام الجاري 2023. ارتقى المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر بوصوله للدور نصف النهائي واحتلاله المركز الرابع في كأس العالم من المركز 22 في الشهر الماضي لينهي العام الحالي الأول إفريقيا وعربيا، محتلا المركز 11 عالميا، وليقترب بنحو 37 نقطة فقط من دخول قائمة أفضل 10 منتخبات في التصنيف العالمي. أما مراكز المنتخبات العربية جاءت تونس في المركز الثاني عربيا، المنتخب المصري في المركز الثالث، يليه المنتخب الجزائري في المركز الرابع، وتقدم المنتخب السعودي إلى المركز الخامس، وجاءت قطر في المركز السادس. وقفز منتخب المغرب إلى المركز 11 عالميا في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، متصدرا ترتيب المنتخبات الإفريقية والعربية، في حين لم يفلح منتخب الأرجنتين الفائز بلقب مونديال قطر من تصدر تصنيف الفيفا، وحل ثانيا خلف البرازيل بفارق نحو 7 نقطة.